ايدولز فعلا بيكونوا ممنوعين من نشر اي حاجة شخصية على حساباتهم، تخيلوا. ازيكم يا امارات، وحشتوني جدا جدا. النهارده هنتكلم عن عالم الكيبوب وحاجات مش معروفه وغريبه عن حياه الايدولز وشركات الانتاج. فلو انتم من محبين الكيبوب لازم تكملوا الفيديو للنهايه علشان هتسمعوا حاجات غريبه واول مره تسمعوها عن حياه الايدولز. فيلا بينا. طيب يا حلوين، الفيديو بتاعنا بينقسم ل5 نقاط. اول حاجة هنتكلم عن التدريبات الشاقة اللي بيمارسوها الايدولز، تاني حاجة هنتكلم عن الاختبارات الصارمة، تالت حاجة القوانين الغريبة، رابع حاجة تضحيات الايدولز، خامس واخر حاجة المنافسة الشرسة. فيلا بينا على اول نقطة. طيب يا حلوين، النقطة الاولى هي التدريبات الشاقة. اول حقيقة ان اغلب ايدولز الكيبوب بيبدأوا حياتهم المهنية بدري جدا، وغالبا بيكونوا في سن صغير وهم تحت التدريب، فبيتم تدريبهم على الرقص والغنى لمدة 12 ساعة يوميا، تخيلوا، او اكتر. واحيانا بيضطروا يقعدوا في التدريبات دي لمدة سنين قبل ما يطلعوا للجمهور. النقطة التانية الاختبارات الصارمة. كل شركة انتاج في كوريا بتحط ليها اختبارات صارمة جدا للايدولز اللي عايزين ينضموا ليها، وده مش بس بيكون علشان موهبتهم، لا ده علشان كتير من الشركات بتحط شروط متعلقة بالشكل والطول وحتى الوزن. وكمان في شركات بتطلب من المتقدمين يعرفوا يتكلموا كذا لغة ويكون عندهم مهارات مختلفة. طيب نخش بقى على القوانين الغريبة. بعض شركات الكيبوب بتحط قوانين غريبة وصارمة على الايدولز، زي منعهم من المواعدة اللي هو الارتباط يعني، او استخدام السوشيال ميديا. ده لان الشركات دي عايزة تحافظ على صورة معينة للايدولز وتحميهم من المشاكل اللي ممكن تأثر على شهرتهم. ففي ايدولز فعلا بيكونوا ممنوعين من نشر اي حاجة شخصية على حساباتهم، تخيلوا. رابع نقطة تضحيات الايدولز. الحقيقة الرابعة ان كتير من الايدولز بيضطروا يضحوا بحياتهم الشخصية علشان يوصلوا للنجاح في عالم الكيبوب. بيبعدوا عن اهلهم واصحابهم ويعيشوا حياتهم وسط زملائهم من الايدولز، وده ممكن يكون صعب نفسيا عليهم، خاصة لو فضلوا سنين مش قادرين يقضوا وقت مع عيلتهم. فحياة الايدولز مش سهلة زي ما احنا متخيلين يا جماعة، كلها صعبة ومليانة ضغوطات وبعد عن الاهل وتضحيات كتير. اخر نقطة معانا هي المنافسة الشرسة. عالم الكيبوب مليان بالمنافسة، وفي آلاف من المتدربين اللي بيحلموا يبقوا ايدولز، لكن مش كلهم بينجحوا للأسف. الشركات بتختار الايدولز بعناية، ولو حد مش بينجح بسرعة ممكن يجيله عقدة نفسية وما يكملش، وده بيحصل كتير مع المتدربين اللي مش بيلاقوا فرص للظهور للأسف. ودي كانت شوية حاجات غريبة ومش معروفة عن عالم الكيبوب الايدولز. زي ما سمعتم ان حياة الكيبوب مش سهلة جدا زي ما احنا متخيلين يا جماعة، بيتمنعوا من حاجات كتيرة جدا علشان يوصلوا ان هم يكونوا ايدولز، وللأسف في منهم ما بيوصلش لحلمه. فاكتبوا لي في التعليقات لو عايزيني اتكلم اكتر عن عالم الكيبوب، وكمان متنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيو.